ده عبد المجيد تبون، اغبى رئيس في العالم. عمي تبون. طب ليه وازاي هو اغبى رئيس؟ تعالوا نشوف 5 تصريحات لتبون وهنعرف ليه. لكن تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس اخرين تفرضها علي، راك غلط، غلط بزاف. احنا ما في 5,630,000 شاهد من اجل هذه البلاد هذه، وقرب لا بغيت، هذا ما كان. الله، مش كانوا 1,500,000؟ حسبتهم ازاي؟ في المانيا خسرت حرب عالمية وما عندهاش الرقم ده. 5,630,000 شاهد. طيب يا عم متزعلش. تخريب الانسان اللي يخصص المال تاعه باش يخرب، الفتنه مش مليحه. انا ايقظ نار الفتنه يعني عليه اللعنه بالتخريب. صح، عندك حق، الفتنة وحشة ولعنة الله على المخربين. انما انت يا حبة عيني بتلعب مع المغرب بس، تلاقيك قاعد وزهقان ما بتعملش حاجة، فقلت ما تيجي نحط للمغرب عصابة على الحدود ونلعب معاهم. انا على وشك الاتفاق باش ندير مزرعه نتاع 100,000 هكتار، 100,000 هكتار، باش نبدا لاول مره نحاول ننتج الغبره نتاع الحليب عندنا. عايز تزرع ايه يا حبيبي؟ اذا كان الرئيس عامل كده، امال الشعب عامل ازاي؟ مش ماهوش قدر المحتوم انا باش نستورد ننتج تاعي. انت متأكد انكم بتستوردوا بودرة حليب مش بودرة تانية؟ ان الجزائر آية الشعب حررها وربك وقعها. إنهم يتبعون دينا جديدا، فماذا نحن فاعلون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، مش عارف أقول إيه الصراحة. أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة؟ قال الجزائر، ثم قال ماذا؟ قال الجزائر. لا كده كتير قوي، ده طلع الشعب كله غبي. واضح إن البودرة اللي بيستوردوها فيها حاجة. فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش. هي الناس دي بتسقف ليه؟ هو قال حاجة أصلا؟ إيه الشعب العبيط ده؟ الأطباء تاعنا من أحسن الأطباء في العالم، وراني نقولها. السيد عبد المجيد تبون عاد إلى أرض الوطن قادما من ألمانيا بعد أيام من إجرائه عملية جراحية على قدمه اليمنى. أيوة، قلت الحاجة أنا بقى، اسكت يا هو اللي بيقول. أول مرة أشوف رئيس عبيط وكذاب في نفس الوقت. ده مش بعيد يكون بينسى هو مين أصلا. أهو كل ده من البودرة اللي بيستوردوها.